بك هاجر. مشاهدينا الكرام اينما كنتم اهلا وسهلا بكم. اذا البدايه بالهام الذي ظهر قبل قليل اسفل الشاشه، حيث الغيت المواجهه التي كان من المقرر ان تجمع بين سريع غليزان وضيفه نصر حسين داي ضمن فعاليات الجوله الاولى من المحترف الاول لدوري موبيليس، بعد منع انصار سريع غليزان كل من لاعبي فريقهم وكذا فريق الضيف نصر حسين داي وطاقم تحكيمي من دخول أرضية الملعب. لأكثر تفاصيل مشاهدينا الكرام نربط الاتصال برئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم سيد محفوظ غرباج. أهلا وسهلا بك. اهلا بك واهلا بكل الساده مشاهدي قناه النهار. سيد محفوظ غرباج، لو نضع المشاهد في الصورة، ماذا حدث بالضبط إذا غليزان؟ الأنصار منعوا إذا حافلة لاعبي سواء السريع أو النصرية من دخول لأرضية الملعب لإجراء أول لقاء لهم في البطولة المحترفة لهذا العام. هذه صديقه خطيره يعني. نعم. اول حاجه اللي ما يتقبلها لا العقل ما يتقبلهاش، لانه القرار كما كل وهذا يعني التوضيح اللي نقدموا خاصه الانصار سريع غليزان، لانه الفريق هذا أنا شفت البارح بالامس في قناه عبر قناه النهار وبعض وسائل الاعلام الاخرى رئيس الفريق يقول انه الرابطه ظلمتنا ومنعتنا من انتداب اللاعبين. الرابطه لم تظلم لا سريع غليزان ولا فريق اخر. الرابطه بالعكس قدمت كل مساعده منذ السنه الماضيه الى هذا النادي رغم المشاكل اللي كان يتخبط فيها. الرابطه في الموسم هذا كما كل العام والخاص يعرف انه الرابطه كانت محدده اخر اجل لايداع ملفات التسجيل لونجاجمون كما يقول يوم 28 جويلية كاخر اجل الى غايه 28 جويلية، حتى اللونجاجمون تاع الفريق هذا ما تقدمتش به المسيرين هذو الى غايه يوم 12 او 13 اوت باش قدموا هذا يعني تاخر ب 20 يوم. كان بوسع الرابطه انها ترفض تاهيل الفريق هذا، يمنع من المشاركه في الرابطه الاحترافيه. رغم هذا قبلنا انه ناخذ الملف تاعهم بعين الاعتبار ولو انه ملف فارغ، لانه الملف كان القوانين واضحه، لونجاجمون فيه خاصه الحقوق الالتزام لفري لونجاجمون، المحضر البيلون الحصيله الماليه والسنويه تاع الفريق، زايد شهاده براءه الذمه من الرابطه الجهويه لغرب الوهران باعتبارها هي اللي تسير البطوله تاع الفئات الشبانيه. وهذو كل الوثائق هذو ما جابش. رغم هذا انه قال نقبلوا لونجاجمون. اما قرار المنع من انتداب اللاعبين اللي يصدر عن طريق الانضباط التابع للرابطه، فهذا صدر منذ شهر 6 منذ شهر جوان. امل سريع غليزان كان بيوسعوا انه يقدم طعن، ما تقدمش الطعن، وبالتالي قلنا انه ما دام انك ما سويش اوضاع اللاعبين السابقين اللي الديون اللي بلغت حوالي 6 ملاير. نعم، مبلغ كبير. لا يمكن لك انك تنتدب لاعبين جدد. فاحنا لما شفنا الرابطه، انا شخصيا لما شفت انه سريع غليزان انتدب لاعبين جدد، انا كنت معتقد انه هو وضعيته لما جاء نفس الرقم اللي كان موجود مع نهايه الموسم لا زال نفس الرقم اليوم، وبالتالي ولا مجهود ولا نيه في تسويه الديون العالقه هذه. يقولوا انه قدمنا الرابطه ضمانات. الرابطه ليست بحاجه الى ضمانات. المشكل قال سيد محفوظ غرباج، هو قال نعم. يوم امس عبد الحكيم هني رئيس سريع غليزان نعم. عبر قناه النهار، قال بانه لو الرابطه تخصم حقوق البث التلفزيوني اللي تحصل عليها سريع غليزان الموسم المقبل، يشير لي فقط زملاء سيد قرباج بانه عبد الحكيم هني رئيس سريع غليزان معنا على المباشر ما فيش مشكل. لا انا باش نوضح هذه. نعم. بواني على باله. نعم. بواني على باله انه حتى حقوق البث التلفزيوني تاع للسنه المقبله، نعم، الموسم المقبل يعني 2016 2017. لا، حتى الحقوق البث التلفزيوني للسنه المقبله. نعم، انا ناكد بها للسنه المقبله. وبوهني على علم لما نزيدوا نحسبوا لي فري دونجاجمون تاع الموسم هذا راه قطعت استهلكت جزء من هذه.
نعم، يعني استهلكت جزء من وبالتالي هذه وحتى اذا القيمة، كانت كامله لا تكفي لتسديد 6 كل ملايير سنتيم. المستحقات، ولا تكفي لتسديد كل المستحقات. انا مهم. الان نوضح برك، وبوني على بالو تكلمنا في نعم. الموضوع. الرابطه ليست بحاجه الى ضمانات، الضمانات مدوها للاعبين اللي يدينون الفريق، لا يمشي للرابطه. الرابطه ما عندهاش سيد محفوظ مش غرباج، ديالها. خلينا نعم نستمع إلى تفضل، ما رئيس فيش مشكل، سراغ ما غليزان فيش مشكل. عبد إيه. الحكيم هني. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم أخي العزيز، تحية رياضية لكل سادة المستمعين. نعم سيد عبد الحكيم هني، لو تضعنا في الصورة من فضلك، لو تخفض لصوت التلفاز لأنه فيه نعم. تفضل تفضل. إذا لو تضع المشاهد في الصورة ماذا حدث بالضبط، وتجيب على رئيس الرابطة سيد محفوظ قرباج بأنه تأخرتم كثيرا في وضع الملف وحتى تسديد ديون اللاعبين الذي بلغت قيمة كبيرة، يعني بلغت حوالي 6 ملايير سنتيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية يعني رياضية لسيد محفوظ قرباج رئيس الرابطة. اما يعني بالنسبه للديون تاع الفريق هذه، يعني الخاص والعام يعرفها باللي العام اللي فات يعني العام المنصرم كنا يعني الفريق كان يعاني من ضائقه ماليه كبيره، واللي يعني الديون فقط 6 ملايين سنتيم، يعني هذه مفروغ منها. يعني كنا نرجعوا يعني اليوم الاربعاء، يعني اليوم الاربعاء هذا المنصرم، يعني كان عندي لقاء هامشي مع سي حميد الداج على مستوى الفيدرالي الجزائري لكرة القدم، وين تكلمت انا وياه. يعني هذا لو غارونتي اللي رانا نهضروا عليه يعني ما جاش يعني كما نقول لك من الوحي عندنا. يعني هذا اللي يقول له غارونتي تكلمت عليه وقلت له واش لي غارونتي اللي نقدموهم يعني للرابطه يعني تاهل لنا هاد اللاعبين الجدد، ضمان سك بنكي يعني بقيمه الديون، يعني الضمانات الاخرى اللي كنت يعني تكلمت عليها مسبق مع سي حميد الداج. هو كان قبل هذا الموضوع واعطاني موعد على مستوى الرابطه يعني يوم الخميس على الساعه 11. يعني تفاجئنا كباقي يعني الزملاء اللي كانوا معنا، يعني من الساعه 11 وحنا نستناو حتى السابعه يعني تاع المساء، يعني ولا واحد حضر ولا واحد جا وقلنا يعني واش كاين ولا واش ما كاش. يعني على الاقل يعني كانوا يفهمونا، يعني كانت عندنا يعني ممكن كانت عندنا فرصه اخرى يعني بان نسووا الوضعيه الى ما قبلوش هذا يعني اللي غارونتي اللي جبناهم يعني بالطلب تاعهم. يعني الملف كان عندي الملف يعني، واخذته امام يعني سي عبد الحميد الداج وقلت له واش عندي قال لي ما كاش مشكل، يعني الخميس نتلاقاو. يعني كنت يعني صعدت حتى لمستوى الرابطه وين لقيت يعني سي فوزي قليل اللي نشكره بالاحرى، اللي كان اتصال هاتفي مع سي حميد الداج وقال له قلت مع تاع غليزان يستناوني حتى نجي. يعني كانت يعني امور واضحه، انا استنيت حتى السبعه تاع العشيه يعني ما كان والو. خلينا يعني نستمع وبالنسبه إلى يعني حقوق البث التلفزيوني يعني بيكون سي محفوظ رئيس الرابطه يكون على علم. يعني احنا اخذنا يعني تاع الموسم المنصرم، يعني تاع الموسم هذا الماضي يعني ولا فريق بدا. يعني احنا كان عندنا الامل تاعنا يعني من هذا نتنازلوا عليهم ويعني ونسووا بهم الوضعيه تاع الفريق يعني اللي كان معنا اللي كانوا معنا في الليتيج. سيد عبد الحكيم هني هو يستمع لنا سيد محفوظ قرباج وسيجيب على هذه الانشغالات. نعم. لا شوف، انا باش ما ندخلوش في مواجهات، بلاش مش تاع مواجهات ولا تاع، انا نتكلم بوهني على باله بالوضعيه كامل. انا مصر انه وقلتها لبوهني شخصيا وقلتها للمسيرين الاخرين، اللاعبين ما تجيبتوش الملفات تاعهم، علاه ما تجيبش لي دروا لي فري لونغاجمون دوسي لونغاجمون تاع قبل 28 جويليا. يفهمني كنت قادر ما نرفض، كان الرابطه كانت قادره ترفض لونغاجمون تاع نهار جابوا نهار 3 ولا نهار 2، تاخر حوالي 20 يوم. يعني كيف الفريق الوحيد اللي ما جابش لونغاجمون يفهمني في هذه. معنا إذا عبد الحكيم هني وسيجيب على المباشر هذا التأخر وحتى الديون التي بلغت 6 ملايير حوالي 6 ملايير سنتيم. سيد الحكيم هني، أنت رئيس السريع،
لماذا يعني هذا التأخر وحتى هذه المستحقات بلغت قيمة مثل هذه يعني؟ يعني شوف بنكونوا صراحه، يعني العام الصارم يعني احنا عام كامل يعني عام كامل تلاقينا يعني البيلون فينا، ولا نوضح لسي محفوظ قرباج يعني البيلون راني حطيته نهار يامس يعني على مستوى الرابطه، البيلون فيسكال تاع الكونسورسيون راني حطيته على مستوى الرابطه بيكون هو بالك ما على بالوش راني يعني بيكون على علم. اما بالنسبه يعني للديون، هذه الديون يعني الخاص والعام يعرفها، يعني العام المنصرم يعني الاموال يعني اللي دخلتنا من حقوق البث التلفزي ويعني اريد يعني 13 مليار ونصف فقط يعني، وحنا كملنا حوالي 22 مليار ولا تقريبا 21 مليار من اموالنا يعني الخاصه، من اموالنا الخاصه. انا ورقه النادي رئيس النادي الهوي اللي كان يعني كنا يعني احنا الاثنين اللي كنا يعني نسيروا الفريق. هذه الامور يعني ما خلتناش يعني باه نزيدوا نكملوا. كان بعض التذبذب يعني بنقول لك بكل صراحه، كان بعض التذبذب، كان بعض الامور يعني كانت الناس جات يعني وخلطت يعني في الفريق. هاد الناس يقعدوا ما يقعدوش، يقعدوا ما يقعدوش. لهذا يعني انا كنت البارح يعني بيكون سي محفوظ كنت عندي سك بنكي بقيمه يعني الحقوق تاع لي دروا تاع لونجمون يعني، وكان ما قبلوهمش مني، ما قبلوهمش مني. مانيش عارف علاش يعني. حتى واحد قال لك انا جاتني كومينيكاسيون وقال لك شد عليه الدوسي، والاخرين ما تاهلهمش وبس يعني وفقط. سيد عبد الحكيم هني نشكرك جزيل الشكر على هذا التدخل. انا شخصيا التزمت انه نقبل الملف ولو بدون حقوق الفري دونجاجمون، ما فيش مشكله فيه. التزمت عيط رئيس الرابطه الجهويه تاع وهران سي الحاج بسكران وقلت له الديون تاع شارع غليزان انا نتكفل بهم، هذه قلتها ما فيش مشكل. بصح الحقوق المشكل المنع من الانتداب جاء نتيجه عدم الوفاء بديون تجاه اللاعبين مش تجاه الرابطه. سيد عبد الحفيظ، الضمان اللي يستاهلوه اللاعبين ماشي الرابطه. سيد محفوظ قرباج راح تبقى معنا لأنه فيه هام آخر راح نتطرقوا ليه. شكرا جزيلا لك إذا عبد الحكيم هني على هذا التدخل. الهام مشاهدينا الكرام الذي يظهر أسفل الشاشة هناك اشتباكات بين إذا أنصار شباب بلوزداد وأنصار مولودية وهران بملعب 20 أوت. بعض من إذا الجرحى، نتمنى إذا مشاهدينا الكرام الشفاء العاجل لهؤلاء الجرحى. تدخل أعوان الأمن إذا لتهدئة الأوضاع. سيد إذا محفوظ قرباج، هل أنت معنا؟ هي المشادات هذه يعني نعم، مشادات نعم بملعب 20 أوت في هذه الأثناء. نعم، مثل ما وقع الملعب البلوغين يعني ما يشرفش الكرة الجزائرية وما يشرفش المناصرة الجزائري، خاصة لما في بداية الموسم المقابلة الأولى يعني ما كانش لا حساسية لا تأثير على النتيجة، يعني ما عندناش تبشير، وكان منتظر على كل حال تكون توقع حاجات كما الشهاده بعد انسحاب رجال الامن. نعم، هذه هي النقطة سيد محفوظ قرباج. هل هذا هو القرار؟ هل هذا القرار صائب؟ نعم. المعلومات اللي عندي هو انه ما جرى في ملعب كيوت رجعت الامور الى نصاب يعني الحالة الطبيعية، حتى الانصار تاع مولودية وهران رجعوا للمنصة، والامور بعد تدخل على كل حال بعض رجال الامن، لانه كما هو متفق عليه لما تكون الامور رجال الامن ما يكونوش في الملعب، ولكن لما تكون تستدعي الضروره انه محافظ اللقاء يستنجد بهم يدخلوا الملعب، وهذا ما تم. يعني الان رجال الامن داخل الملعب لتامين المباراه، يدخلوا لفض النزاعات اللي توقع، بعدين يعاودوا ينسحبوا، يعني ما يبقاوش داخل الملعب. وهل هذا القرار صائب سيد محفوظ قرباج؟ هل بإمكان مشاهد المناصر الجزائري أنه يشاهد مباراة كرة قدم هنا في الجزائر وما يكونش رجال الأمن داخل الملعب؟ إلى متى نبقاو أنت شاهدت يعني يوم أمس مباراة أستسمحك، يوم أمس مباراة اتحاد العاصمة ومولودية بجاية، هناك شبكات بين الأنصار داخل الملعب لأنه ما فيش ولا رجل أمن داخل الملعب. اليوم مباراة قبل ما تنطلق بين شباب الوزداد ومولودية وهران،
اشتباكات أيضا بين أنصار الفريقين، حتى أنه قاموا باجتياح أرضية الميدان. ومباراة الآمال تم يعني توقيفها بين الفريقين، أمال يعني مولودية وهران وأمال شباب بلوزداد. اليوم فيه كلاسيكو كبير بين، احنا ما نتمناوش انه تكون مثل هذه في الامور في الملاعب الجزائريه. هناك كلاسيكو كبير بين شبيبه القبائل ومولوديه الجزائر، مباراه شباب قسنطينه و وفاق سطيف. ماذا تقول في هذه النقطه يعني؟ نتمنى انه ان شاء الله هذه الامور هذه ما تتكررش يعني. مهم. وان شاء الله انه هذا المظاهر السلبيه اللي شفناها اليوم تكون يعني الاخيره يعني. كل حال واحد ما يتقبلها، مهم. لانه انسحاب رجال الامن من الملعب نعم. حتميه يعني ولازم نتقبلوها طيله السنه يعني. موش وهذا كان منتظر باش نكونوا يعني في يوم من الايام كان منتظر انه رجال الامن ينسحبوا من الملاعب على الفرق انها تتحمل مسؤوليتها وتنتدب عناصر اللي تقوم تأمين. بضمان الامن داخل الملاعب، تامين الملاعب داخل كما يجري في الملاعب العالميه. الحل ممكن، انا البارح تكلمت وقلت ممكن الاوان انه النوادي تطلب من المواصلين التعب باش ما يتنقلوش معهم خارج القواعد. يعني الانصار ما يتنقلوش مع الفريق تاعهم. ما جديد يعني. حتى في العالم كامل فيه دي بريفي ولا كيما ولات ياخذوا قرارات ديزاريتي ويمنعوا اللاعبين من تنقل من مرافقه نواديهم خارج القواعد. سيد محفوظ قرباج رئيس الرابطه المحترفه لكره القدم. سيد محفوظ قرباج رئيس الرابطه المحترفه لكره القدم، شكرا جزيلا لك على هذا التدخل وعلى كل هذه الايضاحات. مشاهدينا الاكارم، بهذا القدر هي اخبارنا الرياضيه. شكرا جزيلا لكم. عوده الى زميله هاجر لكن بعد الفاصل.